تعالوا اقول لكم على احلى مكان تخرجوا وتنبسطوا فيه انتوا واصحابكم في الرياض. الجزء الاول دي من احلى الاماكن اللي ممكن تقضوا فيها يوم حلو وتنبسطوا فيه، والمكان ده هو حديقة السلام. تخرج فين في الرياض؟ الجزء الاول. لو هتروح الحديقة بالمترو هتنزل محطة قصر الحكم، وتغير من قصر الحكم لطريق جدة هتنزل محطة مجمع المحاكم، واول ما تنزل محطة مجمع المحاكم هتتمشى 5 دقايق بالظبط هتبقى في الحديقة. وكان معايا علي صاحبي اشترينا تذكرتين، سعر التذكرة 5 ريال 75 هللة. اول ما بتخش الحديقة كده بتلاقي بقى شجر كتير ونخل كتير. فضلنا نتمشى في الحديقة شوية ولقينا اماكن كتيرة ناخد فيها صور وفيديوهات حلوة جدا. وبعد ما تمشينا بقى جولة كبيرة في الحديقة رحنا لحد البحيرة مساحتها كبيرة ما شاء الله. وكمان لو انت عايز تاكل برضو في اماكن جوه تجيب منها اكل زي مطاعم وفي كافيهات وفي مكان بيبيع ايس كريم وفي مشروبات. ولقيت ما شاء الله اولاد بيلعبوا كرة مع بعض. ونسيت اقول لكم الحديقة فيها كمان كيدز اريا. واتفاجئت وانا بصور البحيرة لقيت بط بيسبح فيها كده، ولقيت سمك جميع الاشكال والالوان. وفي كمان مصلى للرجال ومصلى للحريم. لفينا البحيرة على رجلينا وبعد كده رحنا عشان نحجز المركب اللي هتلف بينا البحيرة 3 مرات، وسعر التذكرة 11 ريال ونص. بيديك بقى لايف جاكيت تلبسه كده، وبعد ما تلبسه تقوم رايح عند المركب تركب المركب، وبعد كده بيقوم طالع بيك بقى في البحيرة يلف 3 مرات بيك. جولة جميلة جدا في البحيرة وانت ماشي كده وتحتك السمك ما شاء الله. فضل يلف بينا 3 مرات بالظبط، وبعد كده بقى طلعنا قلعت اللايف جاكيت ولقيت مكان بيعمل بطاطس بالصوصات. جبت من عنده باكت بطاطس ب 12 ريال وعليه كاتشب. كانت بطاطس ويدجز، كان طعمها حلو وعجبتني عامة. ما شاء الله حديقة جميلة جدا. السعودية بتعمل حاجات يا جماعة والله تحفة. فبصراحة انا اعتمدت الحديقة دي في حياتي، يعني الحديقة ديت عمرك ما هتمل منها. وطبعا لازم نحافظ على نظافة المكان عشان دي مسؤوليتنا كلنا.